عايزين ناكل. هم هم هم. تو تو. عايزين ناكل. هم هم هم. عايزين ناكل. هم هم هم. عيب يا جماعة ما تفضحوناش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعينا على قناتي على اليوتيوب إبداعيات ندى. اليوم بقى جايبه لكم المفاجأة اللي أنا وعدتكم بيها، اللي أنا قلت لكم المحشي هنقدمه بطريقة جديدة، وهو المحشي على البخار. المحشي على البخار ده يا جماعة أول مرة ينزل على اليوتيوب، يعني نسميه كده إيه، سبق يوتيوبي زي ما بيقولوا يعني. عشان بس الناس اللي بتاخد الفيديوهات وبتنسبها لنفسها وبتعملها تواريخ اليوتيوب يا جماعه بتوضح كل حاجه، بلاش الله يكرمكم نسرق افكار بعض عشان ربنا يبارك لنا. قولي فكره منقوله عن اليوتيوب، قولي فكره شفتيها على قناه فلانه وعجبتني، انما ما تقوليش بقى دي فكرتي واختراعي وابداعي وكده. زي طريقه لف المحشي برضه ناس خدتها، وفي ناس واخداها باللوجو كمان بتاع القناه ومنزلاه عندها على انها الفيديو بتاعها. يعني ما ينفعش كده يا جماعه، لازم يبقى في مصداقيه مع الناس اللي بتشاهدنا او اللي بتسمعنا. المحشي على البخار يا جماعه فكرته ان هو بدون ميه بدون شوربه، والطعم خرافه، طعمه جميل جدا. ندخل في الموضوع على طول وزي ما قلت لكم ده سبق هيعجبكم جدا، اتمنى تجربوه. ممكن في ناس بتعمله بس هو اول مره ينزل على اليوتيوب. انا عملت سيرش على اليوتيوب ما لقيتش حد منزله خالص. اول حاجه عندي طبعا بجيب بوله عشان هحط فيها اللحمه بتاعتي وانزل عليها اتبلها واحطها في الحله من تحت واحط عليها المحشي. هي دي الفكره بتاعتي. فانا هنا هجيب اللحمه اهي، ويستحسن يا جماعه اللحمه تكون عندي لحمه بتلو، لحمه صغيره عشان تستوي بسرعه. طيب سؤال سريع، ينفع اعملها بالفراخ او بالدجاج؟ يعني ينفع يا جماعه، وانا جربتها بس يعني عجبتني باللحمه افضل، باللحمه طعمها احلى وطعم اللحمه افضل يعني. طب ينفع بمحشي ورق العنب بدل الملفوف او بدل الكرنب؟ ينفع طبعا، ومشهور في سوريا بيعملوها كده كتير. هاجي بقى انزل بكل المكونات اللي عندي بصله مفرومه كبيره، عندي طماطمايه متقطعه، عندي فلفلايه متقطعه، وعندي التوابل بتاعتي بقى دي حسب اللي بتفضليها. انا حطيت كمون وفلفل والسبع بهارات ومعلقه ملح. طبعا انت بتحطي البهارات اللي بتحبيها او بتحبي ايه تحطيها في اكلك، دي اختيار يعني. نقلبهم كويس كده اهو. وهنيجي بقى نجيب الحله بتاعتي اللي انا هعمل فيها المحشي زي كده. ممكن تحطي تحت بقى، ده اختياري، ممكن تحطي شرايح بصل، ممكن تحطي شرايح بتاع جزر، ممكن ما تحطيش خالص، اختياري يعني. ترصيه بالشكل ده. بعد كده هنزل باللحمه اللي عندي كلها. نفردها كده كويس عشان احنا هنبص عليها المحشي يا جماعه. طبعا يستحسن يكون حله اكبر من كده عشان تاخد كميه اكبر، بس هي بقى الحله دي اللي مناسبه لينا عشان احنا اسرتنا صغيره يعني، فهي دي مناسبه لينا يعني. في حاجه كمان مهمه، او انت ظبطتي الملح بتاع اللحمه عندك. المحشي اللي انت حاشياه بنزود حدقه يا جماعه شويه، يبقى حادق شويه. ليه بقى؟ عشان الخلطه بتاعته تبقى حادقه شويه او فيها ملح زياده. ليه؟ عشان انا مش هحط شوربه فيها ملح، هو هيستوي على البخار من غير شوربه، عشان ما يبقاش طعمه ناقص ملح معايا اظبط الملح بتاع الخلطه بس. وهبتدي بقى ارص المحشي بتاعي زي ما انتم شايفين كده، ارصه كده. طبعا مش هضيع وقتكم في الرص، انا هرص المحشي كله على الخلطه اللي عندي، على اللحمه اللي عندي دي، وارجع لكم بعد ما ارص الحله كلها نشوف هنعمل ايه. شايفين يا جماعه المحشي شكله واو خطير.
بألف هنا، اتمنى تيجوا كلكم وتدوقوا يا جماعه. اهم حاجه عندي بقى ان بقول لكم الناس اللي هي بتعمل المحشي وتقول بيعجن مننا، مفيش بقى محشي هيعجن معانا تاني بالطريقه دي على البخار. لا في رز بيفرط ولا يطلع بره ولا بيعجن ولا اي شيء، بيطلع بقى ايه الصباع ماسك نفسه كده زي ما انت حاطاه، بيطلع كده بالظبط، بيطلع جميل جدا. طيب الخطوه المهمه جدا يا جماعه بقى ولازم اكد عليها التسويه. التسويه بعمل ايه؟ لو انت عندك الحله مش محكمه، يعني الغطا بتاعها مهوي او مش بيقفل حلو، عشان انا عايز البخار كله تحتفظ بالبخار كله ان هو لا يسوي المحشي، بجيب ورقه زبده احطها وعليها ورقه الومنيوم او اللي هو الفويل واحط الغطا، يعني عشان ايه اقفل كده، احط ورقه زبده ورقه الومنيوم حلوه قوي كده واحط عليها الغطا. انا الحله عندي بتقفل كويس اهي، فانا هحطه كده مش هحط اي حاجه عليه. طيب عندي الفتحه دي لو اعرف اسدها يبقى افضل، فانا عملت لها ايه؟ عملت لها، شفت الطبق الجميل ده، طبق بنوت الصغنونه اللي طلعت بيه، غسلته وجبت. بنجيب انا كده بصوا شفتوا، جبت عجينه عشان عملت عجينه ودقيق وميه، يعني دقيق وميه وعملتها، وهسد بيها الفتحه دي عشان انا مش عايزه اي بخار يطلع خالص. طيب بنسويه ازاي بقى يا ندى؟ اول حاجه بتولعي البوتاجاز بتاعك على نار عاليه لمده 5 دقايق، ما تخافيش مش هيتحرق، لان الميه كلها اللي في اللحمه وفي البصل والفلفل والطماطم هتبقى موجوده فيه، مش هتخليه يتحرق، ما تخافيش. على 5 دقايق على نار عاليه، وبعد كده وطي النار على اقل درجه ممكن توطيها كانك بتسوي رز، شايفين زي ما بنسوي رز؟ ايوه نوطيه كده بقى. طيب كده هيستوي؟ ايوه هيستوي، بس هياخد وقت شويه، ممكن ياخد ساعه، ساعة وربع، هتفضلي مغطية عليه، ما تفتحيش عليه قبل ساعة. طب انت هتخلصي لنا كده الغاز يا ندى؟ لا مش هتقلقوش، النار بتبقى هادية خالص فما بيسحبش غاز ولا حاجة، بس أهم حاجة زي ما قلت لكم أول 5 دقايق على نار عالية، بعد كده وطوا النار خالص زي كأنك بتسوي رز وسيبيه بقى ساعة ونسيه، وتعالي بعد ساعة شوفيه، لقيتيه عايز تاني هتولعي عليه، ما لقيتيهوش إن شاء الله مش هيكون عايز تاني وهيكون استوى، والنتيجة هتبهرك وهتعجبك جدا إن شاء الله. أنا هروح دلوقتي أسويه وأوريهولكم بعد ما يستوي شكله عامل ازاي. هنا ده المحشي بتاعي بعد ما استوى، ولعت عليه حوالي النار عالية حوالي 15 دقايق كده، وبعدين وطيت عليه شمعة خاص كأني بسوي رز، خد حوالي ساعة. المنظر الريحة بقى مش سيبكم من المنظر ده، مستوي على البخار يا جماعة، مفيش ولا نقطة مية ولا نقطة شرب ولا في رز فارط ولا أي حاجة خالص، سيبكم من ده كله بقى. الريحة والله العظيم تجنن، ريحة جميلة جدا، عايزة أقلبها لكم كده بقى تشوفوه من تحت واللحمة من تحت والصورة طالعة عاملة ازاي، هقلبه واوريه لكم. شايفين يا جماعة؟ يا نهار أبيض على الريحة، ريحة والله العظيم مليها حل، أنا بصراحة مش مصدقة نفسي، ريحة ملهاش حل، ريحتها جميلة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. واللحمة بقى والبصل والحاجات اللي أنا حطيتها فيها كلها اهي من تحت، اللحمة مستوية خالص يا جماعة، شايفين اللحمة اهي مستوية خالص. يمي، طعمها خطير بجد بجد، ولا الريحة. هنزينها بس كده بعد ايه بوردة كده بسيطة اهي، نحط لها كده ايه عودين بقدونس، عايزة اقول لكم بقى يا جماعة جربوه هيعجبكم جدا، الريحة والطعم ملوش حل. ودي شكل المحشي على البخار بتاعي خطير، شايفين بقى المحشي اهو، طلعوه كده تشوفوه كله صوابع ماسكه نفسها ومستويه جميله جدا وبألف هنا. ناكل هم 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 عايزين ناكل هم 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 عايزين ناكل هم هم هم. عيب يا جماعة ما تفضحوناش، صرفزر طبخين ايه محشي كرنب يا روحي عليه فيه فيتامين. ايوه امال ايه هم 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 هم